الصالون الدولي للتمور المنظم من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. قناة الغرفة الوطنية للفلاحة تقف على مدى نجاح هذا الصالون ومدى الإقبال عليه من الجمهور العام وكذا مشاركة مختلف الفاعلين. الايام هذه تاع المعرض اقبال ما شاء الله، الناس تستفسر وماذا بها، وكاين مستثمرين اللي يحبوا يستثمروا في القضيه هذه تاع التمور. قال لك لما لا ما لحقوش الاكسبورتاسيون. انا اول مشاركه كانت لنا في هذه الطبعه تاع الصالون الدولي للتمور. هذه الطبعه كما رانا نشوفوا كان طبعه ناجحه، يعني لقينا ياسر الزوار. حنا نقوموا بإنتاج التمور البيولوجية، رانا سيرتيفي من هذا أول سيرتيفيكاسيون خذيناه هذا العام. حنا نقوموا بالتوظيف والإنتاج والتصدير. رانا منتجين نصدروا الشيء اللي رانا ننتجوا فيه، ما يكفيش على كل حال. رانا نشرو من كل بلاصه من غير دق الطور 12 نوع اخر رانا نصدروا فيه. ربما كاين نقص في المؤسسات تاع التوظيف، هذه حاجه. ثانيا لازم شويه في الانتاج وفي التصدير وفي التوظيف، لازم المتعاملين يروحوا لسيرتيفيكاسيون، مؤهلات باش المنتوج تاعهم يعود قابل للتصدير. اليوم جبنا احنا مع التوريقلا، رغم انه عندنا فايت 75 نوع، لكن اللي حضرناها معنا واحد حوالي 40 او 48 نوع. هذه الأنواع فيها الرائج وهو المستعمل في عملية التصدير، يعني أمور تجارية، وفيها الغير رائج يعني الليفاريتي ما كانش كميات كبيرة منها. وهذا النوع هذا اللي نتمنى أنه ناخذ احتياطاتنا باش ما ينقرضش. يعني في ورقلة عندنا تقريبا من اللي درك الحالي 1,200,000 نخلة بأنواعها، يعني في الواحات القديمة. جينا الصالون هنا اكتشفنا واحد الانواع بعض التمور يعني مختلفه، استفدنا منها، واللي ربما راح حتى نشوفوا كيفاش نشتلها نبدلوها لبعضنا. ما قدرنا بالشحن نجيب كل الاصناف، جبنا هاي الاصناف بس وزارة الزراعة في العراق شاركت من خلال وفد دائرة البستنة بتمثيل جمهورية العراق في هذا الصالون وهذا المحفل الدولي لعرض أهم أصناف العراقية اللي لها الرواج ولها الاستقبال بين المستهلكين. وكان حقيقة هذا الصالون هو صالون ممتاز جدا من حيث الترتيب والأداء والتنظيم وعرض منتجات كل المنتجين، ولاقت استحسان كل العاملين في قطاع التمور. احنا شجعنا على أن يكون هناك تبادل الأصناف التجارية الموجودة ذات القيمة الاقتصادية اللي تميز ب صفات نوعية وكمية يرغبها المستهلك، وحقيقة لها رواج في التصدير العالمي لكثير من الدول. وحصيلة هذا المؤتمر هو عبارة عن أنه تم عقد اتفاقية بعض الأخوة العرب. كانت محادثة في ليبيا مع تعاونية الواحات الأنشطة المتنوعة في طرابلس، واتفقنا مبدئيا كيف نقدروا نخلقوا سوق ما بين التمر الليبي والتمر الجزائري، وكيف نبدو نشوفوا الخبرات، وكيف نشوفوا القدرات، وكيف نشوفوا التواصل بين دولة ليبيا ودولة الجزائر. فاقترحنا على أساس أن يكون في اتفاقية بيناتنا، وبفضل الغرفة الفلاحية الجزائرية والتواصل معها هي استطاعت تذلل الصعاب وتحول العواقب ما بيننا في الاتفاقية. والحمد لله الاتفاقية اليوم تمت على أفضل ما يرام. اتفاقية من ضمنها تبادل خبرات، تبادل في أيام التكوينية مع المعاهد،
نحاولوا كيفاش نحسنوا المستوى تاع النخيل، وحتى انواع من انواع التمور كاينين عندنا نقدروا نجيبوهم وهم يجيبوها لنا، نقدروا نزيدوا نتوسعوا في زراعه النخيل.